اغرب ماتش تفرج فيه في حياتي واكثر ماتش. علاش؟ لانه هايتي لعبه معاك بدون ضغط ولعبه معاك وهي ما خاسره والو. ماتش الخوت هارب من كاس افريقيا ميطا برعايه دوليبران ومات يا السلام. شوفوا نتوما ما كاين لا هايتي لا خيتي. 4 مليون مبروك، سهرناكم معانا. معلش الناس اللي كانت مستنيه المنتخب المغربي يخسر. هايتي على حالتي وما درت فينا اليوم. ايدك قاعد حطوا براسكم، لا تستفز المغرب. ديما المغرب 4-2 مزيانه، هادشي اللي كاين. السلام عليكم. هاد الفيديو تقدر تكون طويله ولكن انجويت. اغرب ماتش تفرج فيه في حياتي واكثر ماتش عشت فيه الاحاسيس المتعدده. غادي يكون طويل الفيديو انا حيت غندوي على بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. شنو كنا كنقولوا حنا قبل الماتش؟ قلنا شحال هادي بانه هذا الماتش ديال هايتي من اصعب الماتشات اللي نقدروا نلعبوها في كاس العالم، والحمد لله اللي وصلنا ليه بلا ما نكونوا كيتسالونا شي حاجه. خاصنا نربحوا باش ندوزوا ولا شي لعيبه، لان كنا غنعركوا. علاش؟ لانه هايتي لعبه معاك بدون ضغط ولعبه معاك وهي ما خاسره والو، ودابا دي انجوي ذا وورلد كاب، يعني طالقين بخير، ما كاين حتى شي مشكل. بان ضغط كبير على اللعابه، والمنتخب كانوا فيه بعض التغييرات، يعني تماما جا بحال شي وحده اللي كتشوف فوطو بروفيل ديالها ونهار كتلاقاها كتلقاها مبدله هذيك فوطو بروفيل. كنا كنتسناو المنتخب دخل المنتخب، ولكن ما كاين حتى شي مشكل. البدايه ما كانتش موفقه، تضيع الفرص، تسجل عنابيت، سوء التغطيه، سوء التمركز، اللعابه رجلهم تقال واحد شويه، كيكونترولي كره في نص التيران وكيبقى عادي سكاني على خاطرو بحال ما لعبش ماتش ديال الكره، بحال لعب البيار. هادشي كامل ما فيه حتى شي اشكال. انا كنت كنتسنى هذا الماتش انه يكون تكريس الهيمنه المغربيه على انجازات المنتخبات الافريقيه في المونديال. انا نحقوا الفوز السابع ديالنا، هكا كنكونوا حنا اكثر منتخب افريقي فاز بمباريات في كاس العالم، اننا نوصلوا اننا نكونوا الفريق الاكثر تهديفا في كاس العالم، نزيدوا واحد 2 ولا 3 ولا 4 ديال البيوت. هادشي اللي كان، وكذلك اننا نكونوا احسن دفاع على حسب النسبه ديال الاهداف المسجله في كل مباراه اللي المغرب لعب. 25 ماتش تمارك عليه 29 بيت، دابا تماركوا عندنا 31، يعني 1.19 الهدف في كل ماتش، و نحققوا الرتبه الثانيه ولا الاولى على حسب جول افيراج مع البرازيل، نكونوا واصلين عاوتاني 7 ديال النقاط. بزاف ديال الحوايج. حنا فريق جمعنا 26 نقطه من المشاركات ديالنا في كاس العالم، كانوا 3 نقاط غيتزادوا ولا 29. حتى كنتفاجئ بانه كنتفرج في واحد الماتش غريب. ما مشيتش نتفرج في القهوه، كنت جالس في الدار واحد الوقت حنا كنتفاعلوا مع كره. واش فهمتيني؟ باش كنتفاعلوا مع كره حاجه خايبه فينا، كنسبوا مره ما كتسبش اللعاب، ولكن عرفتي انت كتبغي تخرج لك. وانا نهبط للقهوه ونلقى فيها العيالات اكثر من الرجال، عيالات وبنات عائلات جايين يتفرجوا. هادشي كيفرح، ما كاين حتى شي مشكل. درت عند واحد السيده قلت لها الوالده والله الا هبط للقهوه باش نسب، لكن ما عندي كيدير وقف عليه السربيه. قال لي الوالده وليت فوق ما كنبغي نطق كيبان لي هو دايز. انا احتراما ليها ما غنقول حتى شي حاجه، ولكن كيزيد يكرس هو ديك الهيمنه على ديك المكان. كاين هو خدام وكاين الوالده ديالو كتفرج. واحد السيد حدايا عاوتاني مورايا قال على واحد اللعاب انو دون اوكين فالور اجوتي. عمري ما سمعتو كيدوي بالفرنسي. حنا بقاو لي تلفون هذوك اكزيرسيس، برودونس، اكسبيريونس، بوت، ولاو الناس كيدويو بالفرنسي. قلت ليه عرب صاحبي معنا، قال لي راه ما كيعطي حتى شي اضافه. المهم واحد السيد حدايا عاوتاني كيضرب ستوريات، انا عند شهر يمكن على طريقه كيتماركا شي بيت كيلوح هو ستوري في سناب شات وفي واتساب تاع وحده. قلت ليه خويا زير معنا شي شويه. انا الكم لقيت راسي مطلعو بحال هكا على حسب حنا ندير عضلات، انا بيغرامي ما كاين والو، ولقيت راسي مطلع الكمام. المهم تزيرنا في هذا الماتش. كنت قلت في واحد الفيديو قبل بانه رحيمي غيتنصب في كاس العالم. رحيمي اللي كنبقى فيه الحال بزاف انه ما تكونفوكاش لا كوب دي موند 2022، ماشي على شي حاجه، واللي كانوا بزاف ديال الناس كيحاربوه بديك الفكره ديال انه بدا في المغرب ومشى احترف في الخليج، وماشي هذاك هو المستوى اللي بغينا. واخا كاع ديك العطاء اللي كان عطاه في الامارات العربيه المتحده وعلى مستوى الشامبيونز ليغ ديال اسيا، اليوم رحيمي كيسجل هدف وكيعطي اسيست بواحد اليقظه كبيره في لاسيست ديال البيت الثاني، وقدر بانه يهدي هدف الجسيم اللي في اول دخول ديالو كيتمكن من انه يسجل هدف في كاس العالم. رحيمي بكى ملي ماركا، بكى ماشي غير الفرحه هذيك كامله، بكى لان هذاك الهدف في حد ذاته جاوب بزاف ديال الناس اللي شكوا فيه، وجاوب بزاف الناس اللي باغ ديفو كيحقروا كل ما هو مغربي، واي واحد تفورما في المغرب، واي واحد زاد في المغرب، واي واحد بدا من المغرب. بكى لانه حس بالغبن وحس بالظلم بزاف ديال المرات في حياته، ولكن ما حد كاين الله فوق من الناس سبحانه وتعالى، حتى شي واحد ما يمشي ضايع في الدنيا. فالمنتخب الوطني المغربي حقق المفيد، قدر من انه ينتصر، انه يحقق 7 ديال النقاط، انه يوصل لمرحله حاسمه في كاس العالم. غالبا ما غنلعبوا الماتش الجاي مع هولندا. اللي كيتغير هو انه دابا غنمشيو نلعبوا في المكسيك، وغنلعبوا الماتشات معطلين شي شويه، غيبداو الماتشات ديال المنتخب حتى 2 الصباح. ولكن واخا داكشي المهمه دارت، كان ضغط كبير
ولكن الاهم من هادشي كامل هو انه تكون عندنا ديك الروح ديال نكونوا خاسرين ونرجعوا في الماتش. هذه اول مره في التاريخ المنتخب الوطني كيكون خاسر بيت وكيعاود يخسر عاوتاني ب2-1 وكيقدر انه يرجع في المباراه وانه يسجل اهداف. هانئا المنتخب الوطني المغربي. القادم اصعب ولكن القادم احلى والذ. ولنا كنتاهلوا من الدور الاول ديال كاس العالم بواحد الاريحيه، بواحد الطريقه اللي هي زوينه. لعبنا هذا الماتش وحنا متاهلين ولعبوا هما الماتش هما مقصيين، فكان الماتش مفتوح على جميع الاحتمالات. هجمه هنا هجمه هنا، تمكنا في اخر المطاف من اننا نحسموا هذا النزال واننا نكرسوا اسم المغرب مهيمنا على الكره الافريقيه فيما يخص كاس العالم. برافو الدراري، باقي كنتسناو بزاف ديال الحويجات زوينين وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. يركزوا اللاعبين، نقلوا عليهم حنا شويه الانتقادات. اللي شاف شي حاجه دابا هذا الماتش يميك، لانه كنظن بانه الواقع اللي غيكون في المباريات القادمه مختلف تماما عما رايناه. برافو بونو على التصدي الاخر، فعلا عاود زاد طمأنة، لان ملي تماركاو هذوك 2 بيوت ولينا كندوروا في عينينا كنقولوا بونو. ولكن برافو هذاك التصدي الاخر، وعادي انه حارس مرمى يتماركاو عليه بيوت، خصوصا اذا لا يسأل، اذا لم يكن يسأل عن هذه الاهداف لانه ما دار حتى شي خطا. فبرافو وهبي، برافو الطاقم التقني كامل، برافو اللعابه طبعا اللي هما اللي تحاربوا في التيران، ونلتقي في المباراه القادمه ان شاء الله. ماتش الخوت هارب من كاس افريقيا ميطا برعاية دوليبران وما تيسر من الألفاظ الحميدة والجميلة. شوي على بونت واحد شوية وغادي نوليو تنهضروا عاوتاني ما بغيناش كاس العالم. الصحة أولا. وصلنا لدرجة تنحقروا عباد الله. يلا وهبي جاي ما ضاربش كوستي، يلا ماشي حقرة هادي، ماشي نقص من العود اللي تحقروا يعميك. مزراوي دياز راه خاصو يبدا يصلي يهضر مع الله. يلا انتوما نشطوا الجيران 45 دقيقة وما ناشطين، وعاد زيد دابا لا ميطا وكذا ويبقاو ناشطين هاد المده كامله وما ناشطين. تتخربقوا والله الا تتخربقوا. هضر معايا صاحبي دابا موجده قال لي تنسمع الزغاريت والغوت والفريع. مراب صافي اخو سمك اخويا واحد شويه غيرها اجواء ما صافي. شوفوا نتوما ما كاين لا هايتي لا خيتي، كاينين غير المغاربه الله يحفظهم والله يسترهم. ويا المغربي يا المغربي ما نرجعوش للدار. ربعنا ليهم الله يجعل شي بركه. صافي منتخب عندنا كبير، اقسم بالله كنقول لكم تفاءلوا خيرا، ثقوا فيا تفاءلوا خيرا. عندنا منتخب كبير، توا بلادنا كبيره، وليدات بلادنا السبوع اللي ولدوا من لبوءات الحرات رجال محزمين بالرجال ديال بصح. 7 ديال النقط 7 ما كيجمعها غا سيدي ومولاي. سمعتي 7 يا امي. اسال الله يحفظكم الوليدات، اسال الله يستركم والله يكبر بكم والله يعطي لكم صحيحتكم. فرحتونا كبرتوا بينا رفعتوا براسنا. شوفوا هادشي غنبقى ندوي مع اي منتخب غنخليوه يماركي علينا ندورو عليه. حنا المغاربه بحال الزمان اقسم بالله. وهادي ما المغرب. 4 مليون مبروك، سهرناكم معانا. معلش الناس اللي كانت مستنيه المنتخب المغربي يخسر، سهرناكم معانا. 4 مليون مبروك، 4 مليون مبروك. تأهل المنتخب المغربي، هو تاني المجموعة ولكن بس بفرق الأهداف، لأن المنتخب المغربي 7 نقاط والمنتخب البرازيلي 7 نقاط، فبالتالي الفرق بس في الأهداف. والحمد لله المباراة عموما يا جماعة، أنا عارف إن إحنا النهاردة قعدنا على أعصابنا وأنتوا شفتوا يعني الفيديوهات اللي نزلتها كلها قاعدين بنعمل كده، ولكن هو الفكرة إنك بتلاعب فريق عشوائي، فالفريق العشوائي كده يضايقك في الكوره بلغه الكوره يعني. فالحمد لله المباراه عدت، وان شاء الله نتفرج على اللي جاي. المنتخب المغربي يلم اوراقه ويحقق الفوز في اللي جاي ان شاء الله، سواء لاعب هولندا او اليابان. ولكن اهم حاجه 4 مليون مبروك و4 ساعات سهر لكل واحد سهر كان مستني المغرب يخسر. ديما مغرب. هايتي على حالتي وما درت فينا اليوم. هايتي كاع الجهد اللي جمعات في الماتشات اللي فات وخاصها خرجاتو في الماتش مالتي. دعيناكم الله واش محلفين علينا. خرجتوا لي القلب في الشوط الاول، قلبي حتى كيخرج كنشاهد اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. رجعوا حكيمي، عاود خرج قلبي، رجعوا الصباري. والحمد لله في الشوط الثاني رحمنا راحمي الله يرحمه برحمه الله تعالى.
وزادها جاسيم صحيحه جاسيم. المهم حافظاهم الحمد لله وديما مغرب والعز والنصر والجلسه في القصر. ويا ربي تحفظ وليداتنا. عرفتي يا وهبي دازت لك عله ودن. عرفتي كون ما نقدتي الموقف في الشوط الثاني كنا غنبداو عليك في التعاليق تشكيله رجع تشكيله وين تشكيله وما تشكيله. احنا واخا ما فاهمينش في التشكيله كنا غنسلو عليك التشكيله شكل ما شكلتيش مزيان. والحمد لله كيقول لك كوزينتك خويا راه من نهار ولينا نسهروا الليالي ونقابلوا الكره ونتفرجوا في الكره ونقوسوا على العديان وحنا دايزين وفايزين. ما تبقاش تقول لي كوزينتك راه حنا العيالات شريفيات عاودني منكم الرجال. او ديما مغرب ايدك هذا حطوه براسكم، لا تستفز المغرب. 4 يا جماعه، 4 يا جماعه. سفيان رحيمي بعده داخل دقيقة 76 سجل هدف واخد دايس راح هدف خاطري. شوفوا الانسان، هيدا اللاعب من هو رايح اساسي، يا جماعه دمروهم. ريمونتادا تاريخيه بكاس العالم من بعد ما كان 2-1 دخلوا اسود الاطلس كالاسود الشوط الثاني يا جماعه. مثل الاسد شوفوا الاسد، هيدا الاسد الليله هو كان الاسد حقيقي. هيدا الاسد حقيقي يا جماعه، هيدا الاسد حقيقي. سفيان يا سفيان، شو عملت فيهم يا سفيان؟ شو عملت فيهم يا ابن الاسود الاطلس؟ دمرتهم بالثالث وصنعت الرابع لحتى يصنع المغرب تاريخ جديد. اول منتخب عربي بكأس العالم الى الدور القادم. هاتوا لنا هولندا على السريع. سفيان رحيمي ديما مغرب 4-2 مزيانه. هادشي اللي كاين، مكاينش مشاكل. ابار لو فات بانه وهبي هرب ليه الدم من وجوه، شدات فيه الكاميرا بيرمينمون كيقول ممتاز علاش خربقت انا في لي بارامتر ديال التشكيله. ماشي مشكل. احسن حاجه وقعت اليوم بان رحيمي ماركا. هادشي اللي كاين، رحيمي ماركا وشفر هذيك الكره خطفها خونا من الخط وعطى هذاك البسكوت الصغير وقال لي هاكش ماركي. احسن حاجه وقعت. انا بغيتش توقع حيت دابا رحيمي في لي ماتش الجايين يدخل لك ربع ساعه ثلث ساعه يدخل اون كونفيونس. ماشي ما يدخلش مهارابي بحال كوتشالف كيقلب كيقول لهم اش كندير انا. غيدخل اون كونفيونس فهمتيني وغيطبق معاهم تما كريب ديال الدروبه. هادشي اللي بغينا، مكاينش مشاكل. انت كاين وانت كاينه الساعه. هي الرابع يا الرابع 4 المغرب 4 هي اضرب يا مغربي اضرب 4 ما ينغلب بالاربعه يفوز بالاربعه. هاي لعب اسود الاطلس فار يحسبوا له فار اكيد. حسابه الرابع يلا حسابه جول 4 بعين هذه لوك 4 اوكي فكده يا جماعه لما قلت لكم موضوع الحسابات المزيفه اللي بتخش توقع هنا. يوسف للاسف هو مشجع للوداد البيضاوي والزمالك اللي معلش هنسامحه. معلش هنسامحك. بس انت قلت لي قبل كده ان في ناس من الافكون لما البطوله الافريقيه هنا ناس دخلت هنا هو كانوا بزاف ديال الحسابات الوهميه اللي هما الحسابات الوهميه اللي كرت البال انهم كانوا كيساهموا في التاجيج ديال الوضع ما بين معصر المغرب. تاجيج الوضع انا بترجم بس للمصريين لان انت ما تظلمش عليا بشويش. بس الترجمه ان كان في حسابات وهميه كتير هنا وخصوصا بعد لما احنا فرحنا بالمغرب في كاس العالم. بعد كده كاس افريقيا كان اي حاجه ياخدوها يأججوا الموضوع، اي حاجه يقولها مدرب يعملها جمهور. كان في ناس خايفه تيجي المغرب علشان من كتر التأجيج صح، بس ده كان وهمي. والناس فاش كيجيو هنا كيشوفوا بان الامور ما كاين والو وكل شيء بخير.
كنا خوت مع بعضياتنا. ايوه كوره كتسالك والله الموضوع سوشيال ميديا والناس بتيجي تقوم تمسك في الموضوع ويتعكس ده على الجماهير في الجمهور. ردوا البال كاين بزاف الحسابات الوهميه، كاين كثير من الحسابات الوهميه اللي فعلا انا ملاحظ الكلام ده. وحتى لما انا بعمل فيديو او حاجه يجي يقول لك بس المغرب كذا ومصر كذا المدرب كذا الجمهور كذا. يا جماعه والله العظيم المستفيد من هذا الله اعلم. ما احنا عارفين المستفيد من فما تخليش اسوء بيننا يا جماعه والله العظيم بجد. وديما شمال افريقيا وديما افريقيا وديما مصر وديما المغرب ديما كلنا. مصر ديما المغرب وديما الزمالك. لا الزمالك حبيبنا معلش الاهلي الزمالك حبيبنا الوداد ديما وداد يا عم احنا لسه بنقول تأجيل. يلا السلام عليكم. انا في هنا اهوت تعصب برضه للمزيد تابعوا فيديوهات مجلة لالا العروسة الحصرية. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.